كده تعرفوا ان هو استوى. حماتي بس بتقول لكم اول ما يطبل كده تعرفوا ان هو استوى. طب تعالوا نشوف مع بعض ايه هو اللي هيستوى. بصوا بقى، الناس كلها في شم النسيم بتاكل فسيخ ورنجة، واحنا في شم النسيم كسرنا القاعدة وعملنا كسكسي ومرقة بط. بصوا ما شاء الله، يعني زي ما قال الكتاب هي ما شاء الله أستاذة فيه. النهاردة هي هتعمله معاكم من الألف للياء، وهي كانت بتشرح لي علشان أنا أعرف أشرح. النهاردة إن شاء الله أنا هديكم مقدار 2 كيلو من الدقيق. هتجيبي حاجة واسعة وتحطي فيها 2 كيلو من الدقيق، وبعد كده هتقومي مرشرشة مية. طب المية دي حوالي قد ايه؟ حوالي من كوباية ونص لكوبايتين مية. اهم حاجة ان انتي ترشرشي كده المية زي ما انتي شايفة. يعني انا كنت بفضي في ايديها شوية مية وهي ترشرشهم، وبالايد التانية بتقلب كده زي ما انتي شايفة، علشان المية ما تتجمعش في حتة واحدة، والدقيق ما يشربش يعني كمية المية في حتة واحدة ويكتل مننا. وهتقوم بعد كده فركاه بايديها زي ما انتوا شايفين. دي الخطوه دي مهمه جدا. اهم حاجه ان انت تفركي الدقيق بايدك كويس جدا، علشان يكون كتل عجينه تكون صغيره قوي. يعني كتل عجينه كمان مش متشبعه بشرب الميه، كتل عجينه تبقى صغيره قوي زي ما هتشوفوا معايا دلوقتي. بس الخطوه دي مهمه. اهم حاجه انك ما تلاقيش شويه دقيق كده على جنب مش طايلهم ميه. اول ما تلاقي شويه دقيق مش طايلهم ميه هتقومي مرششاهم كده حبه لحد العجينه كلها او الدقيق بتاعنا كله ما يبقى بالشكل ده. بصوا، يعني هو كتل صغيرة كده، يعني مش عجينة شاربة مية ولا برضو دقيق ناشف، لا هي كتل كده شاربة مية وفرفرة. هتقومي بعد كده جايبة الغربال بتاع الكسكسي ومغربلاه. طب الغربال ده عيونه واسعة ولا ضيقة؟ دلوقتي على طول شوية كده وهوريهولك. بصوا ما شاء الله، هو بينزل كل واحدة مخاصمة التانية. بصوا، هتلاقي في الاخر في الغربال بتاعك شويه كده يعني زي تكتلات جامده مش راضيه تنزل. دول سيبيهم في بلاستيك على جنب، انا هقولك تعملي فيهم ايه. بعد ما تخلصي الكميه بتاعتك كلها هتجيبي اي قماشه نظيفه من عندك، اي فليله تكون نظيفه بيضه كده نظيفه، وهتقومي مقفلاها من تحت بخيط على بحيث ان الكسكسي بتاعنا ما ينزلش منه. وبعد كده هتقومي بصي الخرام بتاعت الغربال لا هي كبيره ولا صغيره. وبعد كده هتقومي مقفله الخرقه زي ما انت شايفه، وهتقومي جايبه حله، وكنت تكوني مثلا مجهزه حله وحطها على النار، حاطه نصها ميه، حاطه في نصها ميه. وبعد كده هتجيبي مصفى من فوقيها. الحله دي لو مش موجوده عندك، انا ماما كانت جايبها لي ربنا يخليها لي في جهازي. لو مثلا مش موجوده عندك هتقومي جايبه حله عاديه وتقومي ماليه نصها ميه وتحطي فوقيها مصفى عاديه، وبعد كده تجيبي غطا فوق المصفى ده وتغطيها زي ما انتوا شايفين. اهم حاجة ان المية اللي في الحلة اللي تحت ما تلمس الخرقة اللي فوق او ما تلمس المصفى عامة. اول طرحة هيقعد على النار من مدة ساعة من ساعة لساعة ونص. بعد كده تقومي مفضياه بالشكل ده، وبعد كده بظهر اي معلقة وتقومي عاملاه هتلاقيه فلفل معاكي. وبصوا يعني زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. طب اعرف ازاي ان هو استوى؟ اول ما يبتدي يصفر معاك ويبقى بالشكل ده، بعد كده هتقومي سايباه يستهدى كده شويه بعد ما فرفرتيه، وهتقومي مسقياه بكوبايه ونص من اللبن. كوبايه ونص، ايوه كوبايه ونص من اللبن. كوبايه ونص من اللبن مدوبه فيهم معلقه صغيره مليانه بس مش هرميه، مليانه مش هرميه كده من الملح. وبعد كده هتقومي برضو مرشرشاهم كده على الكسكسي زي ما انت شايفه، بعد ما يستهدى ما يكونش سخن. وهتقلبي بايدك. بصي انتي مش بتفركي بقى ولا بتفركيهم ما بين ايدك، لا انتي يا دوبك كده بتقلبي، بتشبعيه من اللبن اللي احنا مشربينه بيه. بصوا، لحد ما يبقى بالشكل ده. اول ما تشربيه هتقومي برضو جايبه الغربال وعارفه هزتين كده يمين وشمال هتلاقي كله نزل. والخطوه دي بتبقى مهمه علشان نتاكد انه ما يكونش فيه اي تكتلات. التكتلات اللي انا كنت قايله لكم عليها في الاول حطيها في بلاستيكه، دي لو اخدتيها وحطيتيها في الكبه وضربتيها ضربتين تلاتة هتقلب معاكي كده، وكده مش هنهدر ولا اي كميه. بعد ما شربناه شويه لبن هنقوم حاطينه تاني في الخرقه بتاعته وحاطينه على النار كمان بالظبط ساعه لساعه وربع. بس كده، وتنزليه وتشربيه بعد كده شويه زبده او شويه سمنه تكوني مسيحاهم. وبس كده، وكده الكسكسي بتاعنا يكون خلص. والف هنا وشفا. ان شاء الله الفيديو الجاي هقول لكم على طريقه عمل المرقه بتاعته، مرقه البط بتاعته اللي كانوا بيعملوها زمان. يعني حماتي كانت هي اللي معلماني المرقه دي برضو بتتعمل ازاي. بصوا ما شاء الله، مفلفل كده وكل حبايه سايبه بعضها. واول ما تجربوا الوصفه ما تنسوش تدعوا دعوه لحماتي. بصوا بقى المرقه وجمالها ما شاء الله، دي كانت مرقه بط. وبألف هنا وشفا. بصوا بقى الجمال. مع السلامه.